اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هذا الكيس هذا ديال الصابون اللي كنستعملوه في الحمام بطريقه سهله وبسيطه. تبعوا الخطوات من الاول الى الاخير وان شاء الله غادي تحققوا نفس النتيجه. بالنسبه للادوات المستعمله انا استعملت هذا الخيط، هذا النوع ديال الخيط اللي هو القيط او الخيط ديال المكرامي، كيتباع على هذا الشكل هذا، وكنخدموا على 3 ديال الخيوط بهذا الشكل. بالنسبه اللي ما عندوش متوفر هذا الخيط يقدر يستعمل اي نوع كيف ما بغى، بحال هذا ديال العبار، هذا الخيط هذا تقدروا تستعملوا اي خيط كان عندكم. بسم الله على بركه الله. الكروشي رقم 2 ملم، وهذا النوع ديال الخيط كما سبق لي قلت لكم اي نوع تقدروا تستعملوه في هذا الكيس ديال الحمام. هذه الطريقه باش كنخدم، كنفسخ هذا الخيط على هذا الشكل بحال هكذا وكنخدم عليه. وهذا هو الخيط ديالي من بعد ما فسختو كيجي على هذا الشكل، كيبان بحال الاستيك. خدمت سلسله عاديه اي مبتدئه تقدر تخدمها، وفوق هذه السلسله هذه وقبل ما نخدموا عليها القطر ولا الطول ديال هذه السلسله كتكون بلا ما كيدخل اليد ديالي. وهنايا غادي نخدم فوق منها غرزة عمود مزدوجة. فوق كل سلسلة غادي نخدم غرزة عمود مزدوجة، وهكذا حتى نوصل لآخر السطر. في الاول غادي يبان لكم شويه صعيب في الخدمه، ولكن من بعد غادي توالفوا، خصوصا كنتو كتخدموا الكروشي. كنبقاو غادي على هذه الطريقه هذه حتى لاخر السطر، ومن بعد نرجع معكم. من بعد ما وصلت لاخر السطر بقات الغرزه الاخيره. لاحظوا معايا هنا غادي نجمع البدايه مع النهايه بهذا الشكل. دائما كنخدم بهذه الطريقه باش الخدمه ما تجينيش ملتويه. كنمشي الاول هنا اول سلسله اللي كنت خدمت بها، وغادي ندخل الكروشي ديالي على هذا الشكل هنايا، وغادي نخدم الغرزه ديالي وهنايا بغرزه بهاد الغرزه هذه غادي نجمع العمل ديالي. غادي نحصل على هذا الشكل. هنا غادي نبقى نخدم بطريقه دائريه، نفس الشيء غادي نخدم 1 2 3 كبدايه. هنايا غادي نلف الكروشي ديالي على 2 وغادي نمشي لهاد البلاصه هذه هكذا الغرزه الاولى، وغادي نخدم غرزه عمود بلفتين. من بعد غادي نخدم من الوراء على هذا، غادي ندخل الكروشي ديالي من الوراء على هذا الشكل، وغادي نخدم الغرزه ديالي بلفتين، وهكذا مره للامام مره للوراء حتى نكمل السطر ديالي كله. ملي غادي نكمل السطر غادي نرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. من بعد ما حصلنا على هاد النتيجه هذه، من بعد السطر الثاني غادي نخدموا 3 ديال سلسله، وغادي نكملوا العمل ديالنا كيف ما خدمنا في الاول. غير هنايا باش تقدروا تفرقوا ما بين الغرزه الاماميه والغرزه الخلفيه. الاماميه كتبان هكذا خارجه، والخلفيه كتبان بعيده. دونك هنايا غتدخلوا الكروشي ديالكم على هذا الشكل
وغادي تخدموا الغرزه ديالكم مزدوجه. هنايا هذه الخلفيه غادي ندخلوا كروشي على هذا الشكل هذا، وغادي نخدموا الغرزه المزدوجه. وهكذا حتى نكملوا السطر ديالنا كله. ملي غادي نوصل للنهايه غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما كملت 3 ديال السطور حصلت على هاد النتيجه هذه، وعلى هاد الطول تقدروا تزيدوا 2 ديال السطوره ولا 3، كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نكتفي بهاد السطور هادو، وغادي نبدل الغرزه اللي غادي نخدم بها اللي غادي تجيني على هاد الشكل هذا. كنحتاج انا انا عندي هاد القلم ديال الرصاص به غادي نخدم به. تقدروا تستعملوا ستيلو ولا شي حاجه بحال هاد الشكل. هنايا غادي نبدا بجوج ديال سلسله، من بعد غادي نشد قلم الرصاص ديالي على هاد الشكل بحال هكذا، وغادي نلفو 2 ديال المرات، 1 2. هنا غير البدايه غادي تقدروا تتحكموا في الستيلو. من بعد ان شاء الله غادي يبقى يبان لكم الطريقه جد سهله وبسيطه. هنايا غادي ندخل الكروشي ديالي فوق الغرزه الثانيه، وغادي نجبد الكروشي ديالي على هذا الشكل. هنا غادي نلف الخيط ديالي على الكروشي، وغادي نخرج 2 ديال الغرز. من بعد غادي نخرج 2 ديال الغرز اخرى. غادي نعاود هنا غادي نلف الخيط ديالي 2 ديال المرات على هذا الستيلو. من بعد غادي نمشي للغرزه المواليه اللي هي هذه، غادي ندخل الكروشي وغادي نخرج الخيط. غادي نحصل على هاد النتيجه هذه. من بعد غادي نلف الخيط ديالي على الكروشي وغادي نخرج هاد 2 ديال الخيوط. من بعد غادي نلف الخيط ديالي وغادي نخرج 2 ديال الخيوط اخرى. غادي نعاود نلف على 2 ديال المرات. من بعد غادي نمشي للغرزه المواليه وغادي نخدم على هذا الشكل. هنا غادي نخرج الخيط ديالي، غادي نخرج 2 ديال الخيوط، من بعد 2، وهكذا نبقى غادي على هذه الطريقه هذه حتى نكمل السطر ديالي كله. هكذا من بعد ملي غادي نوصل هنايا غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما وصلت النهايه ديال السطر غادي نسل هاد لي بوكل على هذا الشكل، وغادي نحصل على هذا الشكل هذا. هنا بمزلقه غادي نجمع اول السطر مع النهايه ديالو. غادي نخدم 2 ديال سلسله، وهنايا غادي نخدم بغرزه عمود. كل غرزه عمود فوق منها غرزه عمود. السطر ديالي كله حتى نوصل للنهايه، حتى نوصل لهنايا. هنايا باش نحصل على هذا الشكل كنخدم هاد السطر بهاد لو بوين دو بوكل. موراه غادي نخدم غرزه عمود عاديه، موراها بهذا الشكل هذا، موراها غرزه عمود، وهكذا سطر بسطر سطر بسطر. انا وصلت هنايا وانا خدمت كل سطر خدمت فيه نفس الغرزه. هنا ما خدمتش بحال هكذا، جاني على هذا الشكل هذا. وهذا تقدروا تخدموه حتى نتوما من البدايه حتى النهايه. انا عجبني هذا الشكل هذا، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. ملي غادي نوصل للنهايه ديال السطر
النهايه ديال هذا الكيس هذا غادي نرجع معكم. هنايا من بعد ما كملت اخر السطر هو باش نكتب الاولى غادي نجمع هاد الجهه مع هاد الجهه، غادي نجمعهم بالكروشي. هنايا غادي نخدم سلسله، غادي نمشي هنا هاد الغرزه وغادي نخدم غرزه حشو. غادي نمشي للجهه المقابله الغرزه المواليه وغادي نخدم غرزه حشو. من بعد الغرزه المقابله غرزه حشو، الجهه المقابله تنكمل جوانب بجوج. من نوصل للنهايه غادي نكمل معكم. من بعد ما جمعت الجوانب بجوج قطعت الخيط، وهذا الخيط هذا غادي ندخلو هنايا من الداخل بالكروشي. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم. الا كنتي اول مره اختي كتشوفي القناه وعجبك الفيديو ما تنسيش انك تشاركي في القناه وتفعلي جرس ليصلك مني كل جديد، تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. وشكرا على المشاهده والى اللقاء.